الأهلي ينفي كل ما يثار على بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي عن التفاوض مع أسامة الإدريسي لاعب باتشوكا المكسيكي. الأهلي يظهر في مواجهة الغد بالقميص الأحمر والشورت الأسود بسبب ظهور الفريق المكسيكي باللون الأبيض بالكامل. كولر يتجاهل تماما استبعاده من المنافسة على جائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية لهذا العام، ويؤكد أنه لا يفكر حاليا سوى في كتابة التاريخ مع الأهلي وقيادة الفريق للفوز غدا. مارسيل كولر يؤكد للاعبي الأهلي في المحاضرة الفنية بقطر على ضرورة استعادة الكرة سريعا عند افتقادها حتى لا يشكل نادي باتشوكا مرتدات على مرمى الفريق، ويؤكد لمروان عطية أنه يعول عليه كثيرا في هذه المباراة ويثق تماما في قدرته على إفساد هجمات الخصم. تدريبات تخصصية في مران الأهلي بقطر على التعامل بشكل جيد في موقف 1 على 1 في ظل القدرات المهارية الكبيرة التي يمتلكها لاعبي باتشوكا. تعليمات خاصة من مارسيل كولر في معسكر الفريق بقطر لأسامة أبو علي بضرورة التركيز الشديد في كل فرصة ستتاح له أمام مرمى الخصم لكي يسهل المباراة على زملائه ويقود الفريق لتحقيق الانتصار. يؤكد أن الظهور القليل للكابتن محمود الخطيب في الصور التي تظهر من بعثة الفريق في قطر هو استمرار معاناته من آثار نزلة البرد الأخيرة وعدم حضوره للتدريبات واكتفائه معظم الوقت بالتواجد في فندق الإقامة. الكابتن محمود الخطيب يؤكد للاعبي الأهلي في قطر ثقته في قدرتهم على الظهور بشخصية وروح الأهلي في مواجهة الغد، ويؤكد لجميع عناصر الفريق أن الفرصة لن تأتي لهم كل يوم لمواجهة ريال مدريد في نهائي حدث بهذه الأهمية، وأنه لابد من تفادي أخطاء الماضي والتركيز بشدة لكتابة تاريخ جديد للنادي ولأنفسهم أيضا. شبكة بي إن سبورتس القطرية تقرر إذاعة مباراة نهائي بطولة الانتركونتيننتال التي سيكون أحد طرفيها ريال مدريد على قنواتها المفتوحة. سامي قمصان المدرب العام بالأهلي يؤكد أن لاعبي الأهلي يقدرون جيدا حجم المسؤولية وهدفهم تحقيق الفوز بكأس التحدي والتتويج بالبطولة التي ستضاف إلى تاريخهم وإلى دولاب البطولات بالنادي والوصول لأول مرة إلى نهائي كأس القارات للأندية. ويؤكد أن جميع اللاعبين جاهزين لمباراة باتشوكا وتحت تصرف الجهاز الفني باستثناء محمد عبد الله اللاعب الشاب الذي أثبتت الأشعة إصابته في العضلة الأمامية. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح في حاجة للفوز بالجائزة مرة واحدة فقط ليعادل رقم أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات. مجلس إدارة نادي الزمالك يواصل التهرب من الجلوس مع والد أحمد سيد زيزو لحسم ملف تجديد اللاعب بسبب عدم قدرتهم على توفير مقدم العقد للاعب، ووالد زيزو يدرس جديا قبول أحد العروض التي وصلت لهم. نبيل عماد دونجا وحمزة المسلوسي ثنائي نادي الزمالك يتلقون عروض من أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري السعودي في ظل اقتراب انتهاء عقودهم مع نادي الزمالك وإمكانية التوقيع معهم مجانا في يناير. مصدر بالزمالك يؤكد أن باولو دوروتي ومنذر الكبير وكروش وكوبر وتاكيش جونياس وبسير وميكالي ومعظم الأسماء التي طرحت في الإعلام مؤخرا تم التواصل معها بالفعل واستطلاع رأيها، لكن مطالبهم المالية عائق حتى الآن. والمدرب البرازيلي المتواجد مع منتخب الشباب حاليا قد يكون أقربهم حتى الآن، لكن موسيماني وفايلر لم يتم التواصل معهم مطلقا. الزمالك يفاضل بين محمود فتح الله وأحمد عيد عبد الملك لاختيار أحدهم للعمل مدرب عام مع المدير الفني الأجنبي الجديد. حمزة المسلوسي يتخلص من الإصابة ويشارك في المران الجماعي للزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية. إصرار أحمد سيد زيزو وعمر جابر على التواجد بجانب أسرة وزوجة محمد مدحت المعد البدني الذي توفى بشكل مفاجئ الفترة الأخيرة وقت ولادتها لطفلها يؤكد على معدن ورجولة ثنائي نادي الزمالك.